طيب بالظبط. ليه بقى الحوار بيتحول، او امتى بيتحول لخناقه، وامتى انا اتفادى؟ اول ما الاقي نفسي هدخل في المنطقه دي ابتدي يعني اتراجع، او ابتدي ان انا يعني زي ما بنقول اه كده لم المواضيع. هلاقي مثلا رفع صوت او اه. مقاطعه، امم. تبتدي المرأة هنا تقفل الحوار بطريقة غير مباشرة. حتى لو ما كناش وصلنا لاي هنرجع تاني، اه. ما هو ده اللي احنا هنبدأ يعني. هنبص نلاقي ان الزوجة هنا هتبتدي زي بتقول تنزل بالريتم شوية كده امم. لحد ما الدنيا تطلع، بعد كده تطلع تاني في الليفل اللي هي عايزاه. امم. طب لو الحوار مش نافع في وقت خالص نغيره، اصل احنا عايشين مع بعض مدى الحياة، فمبقاش دلوقتي يعني دلوقتي. والزوج دايما لازم نراعي نفسية الزوج. تمام. اصل الزوجه هي تبقى فاتحه، هو اللي يا اما ليها طلبات، يا اما عايزه تعبر عن شيء، يا اما ليها او عايزه حاجه. تتناقش في حاجه، خطه مثلا مستقبليه هم عايزين هي عايزه بقى يخططوا لها، هو تمام. بقى ما عندوش استعداد، مش عايز يتكلم. لا، يبقى برافو عليها لو نقت الوقت المناسب والمكان المناسب. الاحترام زي ما قلت لحضرتك، الايجابيه. اصل استحاله يبقى الزوج طبيعي وقاعد مبسوط في جو هادي وهيتعصب. استحاله يكون موده كويس والحوار يقلب بنكد، استحاله. يعني ده انسان عاقل، اي نعم ليه وقته وليه يعني الوقت اللي فيه بيبقى متعصب، ووقت تاني يبقى ايجابي جدا. فاستحاله يكون طول الوقت يعني عصبي. فالزوجه هنا بتنقي الاوقات المسموح فيها الحوار. تبدا بالبساطه الاول، طب ايه رايك كذا كذا، وبعد كده تدخل في مواضيع بحيث ان هي عملت له تهيئه او استقبال. تمام.